السلام عليكم. وقبل ما تنساوش الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخوات، بغيت نبدأ بهاد الهضرة وخا عارفة المعقول في هاد الزمان قليل اللي كيتقبلو، حيت كيكون شوية قاصح، ولكن ضروري منه باش نفيقو. لاحظت واحد الحاجة بعض المرات كتكرر بزاف فاش كنحط فيديو وكنعطي فيه حلول مبسطة ومفصلة، كنجي للتعليقات وكنلقى بعض المرات نفس الأسئلة كتعاود، نفس المشكل اللي يلاه شرحت الحل ديالو. والسبب واضح، هو أننا ولفنا نجمعوا المعلومات ولكن ما ولفناش نطبقوا. هذه مشكلة كبيرة، وحتى أنا كنت كنديرها، كنهز المعلومة من هنا ومن لهيه حتى كيتنفخ راسي وما كنبقى عارفة منين نبدا ولا منين نسالي. أنا يلاه كنحط الفيديو وكاين اللي كتقول لي زيدينا. الله يا اختي، شنو غادي نزيدك؟ نعرم عليك العرارم؟ واش نزيدكم هضرة الخاوية، اولا نبقى نعاود فيها ونعمر بها الفيديو ونعاود لك القصص، اولا بغيتو الحلول اللي تقدري تطبقيها دابا وتغيري بها حياتك؟ كل فيديو من اللي بديت كنت كنعطيكم فيه تحدي صغير. علاش؟ باش ندربكم على التطبيق. راه الا ما طبقناش بحال الا كنخويو الماء في الرمله. ما كرهتش كنت عارف شحال ديال المجهود اللي كندير باش نبسط المعلومة. راه التبسيط أصعب من التعقيد. في الفيديوهات كتجيكم دوك المعلومات ساهلين ياك، وكاين اللي كيحقر قوة تأثيرهم، ولكن راه وراهم ساعات ديال البحث باش نبعدكم على المصطلحات المعقدة، وكنحاول نلقى اللي غادي يصلح لينا حنا الأمهات. أنا اللي غادي يفرحني هو نشوفكم كتطبقوا وتجيو تقول لي في التعليقات بأن اختي بديت كنحس بالنتائج، وبغيتك تشرح لي مشاكل أخرى ندوزو ليها، سواء متعلقة بنفس الموضوع سواء مشكل آخر، باش نلقاو ليه حل فيديوهات أخرى ونتضامنوا مع خواتاتنا وننصحوهم. هادوك تعليقات أنا حارسهم بقلبي وسناني، هما أمانة عندي. ما كاينش اللي غادي يضحك عليك، ما كاينش اللي غادي يقلل منك، ما كاينش اللي غادي يسبك، وما كاينش اللي غادي يشوش علينا بشي اتهام أو يحاول يخلق فتنة بيناتنا، حيت واجدة ليهم. ولكن هاد الشيء ما كيعنيش أنني كنرفض النقد البناء. كنجاوب تعليق بتعليق، وكناخد من وقتي ووقت عائلتي، وما كنتخلصش عليهم باش نعطيكم الحافز اللي يحرككم تنفعوا بعضياتكم. وهذا هو الربح الحقيقي، هو نشوفكم يد وحدة. بغيتها تكون ليك منطقة لراحتك والأمان، تفرغي فيها مشاكلك لخواتاتك اللي غادي يسمعوك وينصحوك وتنصحيهم، حيت مشاكلنا وحدة وكلنا كنفهموا بعضياتنا. هذا هو اللي كيفرحني، وهو علاش بديت أصلا. سمحوا لي طولت عليكم، الله يجازيكم بخير. ما تبقاوش غير كتسمعوا، من الأحسن تبداو تطبقوا، تيقوا وتوكلوا على الله. بداي غير بحاجة صغيرة. ودابا نبداو موضوعنا على بركة الله. هاد الحلقة خاصة غادي تكون جلسة ديال المصارحة والمصالحة. اليوم غادي نحطو يدينا على الجرح اللي كتخاف كل تقرب ليه، الجرح اللي كيخليك تفيقي في وسط الليل، تشوفي في السقف وتسولي راسك وانتي مخلوعة، واش ولدي ضاع مني؟ موضوعنا اليوم هو الهاجس رقم 1 عند كل مغربية عندها ولد مراهق، وحتى اللي ولادها صغار خاصها تكون عارفة هادشي. السؤال هنا هو كيفاش نصنع منه راجل في زمان التفاهة بلا ما نولي عدوته؟ كتشوفي ولدك داك الطفل الصغير اللي كان البارح شاد في جلابتك وهو غادي للمدرسة، فجأة ولا كائن غريب، كيسد باب بيتو، غارق في التليفون بالسوايع، كيهضر اللغة ما كتفهميهاش، نص فرنسي نص إنجليزي ونص ديال شاط. وملي كتسوليه بحنان اش كدير وليدي، كيجاوبك بكلمة واحدة ناشفة: والو. انتي خايفة، وهاد الخوف مشروع. خايفة هاد العالم الرقمي يجروا بعيد على قيمك اللي زرعتيه فيه، على قرايته وعلى الرجولة اللي تمنيتي تشوفيه عليها. بغيتيه يكون سيد الرجال، صاحب كلمة ومسؤول، ولكن كتلقايه مشتت بين الألعاب والمؤثرين اللي كيبيعوا الوهم. وكتحسي باللي كل ما جربتي تجريه لعندك كيزيد يبعد، حتى وليتي في نظره بحال شي بوليسي كيراقبه وباغي غير يحرمه من الحياة. في هذه الحلقة غادي نحطو النقط على الحروف. ما غنعطيكش هضرة ديال غير صبري عليه، لا، اليوم جبنا خطة عمل. ونعاود نذكر، عافاك تطبيق مهم ما تنسايش. هاد الخطة مبنية على علم النفس وفهم دماغ المراهق. غنتعلموا كيفاش نفككوا كيفاش كيفكر دماغ ولدك، كيفاش نفهموا هاد الغول الرقمي، وكيفاش تحولي دورك من حضايا كتعاقب لمستشارة وموجهة، هو براسو يبغي يجي ياخد رأيك باش يبني رجولته.
وجدي كويس اتاي، رخي كتافك وتصنتي ليا بقلبك، حيت هاد الهضرة ليك. باش نكونوا واقعيين، علاش كيفضل الشاشة عليك؟ في البداية أجي نفهمو بعدا هاد الزمن التفاهة. ملي كتشوفي ولدك شاد التليفون وكيلعب ولا كيتفرج في شي تيك توكر كيتشطح، دغيا كتحكمي هاد الجيل تافه وضايع ومعكاز. ولكن واش عمرك سولتي راسك علاش ولدي كيهرب لهاد العالم؟ علاش التليفون زوين بالنسبة ليه والواقع خايب؟ الصراحة قاصحة شوية يا لالا. العالم الرقمي صاوب باش يكون جذاب كتر من هضرتنا حنا. الشركات الكبرى كيخدموا بعلم النفس باش يخليو ولدك مدمن. تخيلي معايا ولدك راجع من الليسي عيان، يقدر يكون سمع شي كلمة ناقصة من الأستاذ أو حس بالحقرة من صحابه، كيدخل للدار باش كنستقبلوه؟ غسلي يديك، سير تراجع، علاش بيتك مرونة؟ الواقع هنا كله أوامر وانتقاد. في المقابل كيحل التليفون، كيدخل اللعبة، كيلقى صحابه كيتسناوه أونلاين، وبضغطة زر كيتحول من تلميذ عادي لبطل. في اللعبة هو القائد، هو القناص، هو اللي كيفك المشاكل. ملي كيربح دماغه كيفرز الدوبامين، هرمون السعادة، وكيحصل على المكافأة. اللعبة ما كتغوتش عليه، اللعبة كتقول ليه برافو. إذن وليدك ماشي معجاز، وليدك كيقلب على حاجة ناقصاه في الواقع، الإحساس بالإنجاز والقيمة. حلي وديناتك يا هاد الأم الزوينة وعندك تسهاي. شنو قلت؟ خاصو الإنجاز والقيمة، وفي الألعاب كيلقى فيهم النجاح السهل. والمشكل الثاني هو النماذج اللي كيشوف. شحال هادي كنا نقولوا قرا باش تولي شي حاجة، دابا كيشوف دري قدو كيربح الملايين غير بالشطيح. هنا كيوقع عليه صراع. ولكن وهنا فين كيبان دورك الذكي، ماشي كلشي في الانترنت تفاهة. كاينين ولاد البلاد اللي داروا محتوى محترم ونقي في الانترنت، وكاين امثله بزاف بداو من والو واستغلوا الانترنت باش يتقفوا المغاربه بالدارجه، ويساعدوا الشباب يبعدوا من التفاهه ويبنيوا مستقبلهم المهني. خاص لغتك مع ولدك تبدل، ما بقاش حط داك التليفون، خاص تولي وريني يا ولدي شنو كتستافد، واش كتاخد المعلومه باش تبني راسك ولا غير كتضيع وقتك؟ وعرفي كيفاش تهضري معاه، عرفي كيفاش تواصلي معاه بلغه الحب. ودابا اجي نفهمو شنو واقع في دماغه. دابا اجي ندخلو لغرفة العمليات. شنو واقع لداخل في راس ولدك؟ مرة يضحك، مرة يطرطق، مرة يسد عليه. واش حماق؟ لا. العلم كيقول لينا باللي دماغ المراهق هو عبارة على ورشة بناء باقة ما كملاتش، غالبا خاصها حتى توصل لسن 25 عاد كتبدا تكتمل. ومركز العواطف في منطقة اللوزة الدماغية كتكون عند المراهق خدامة بجهد كبير في هذا السن. يعني ولدك عنده طاقة وعواطف مجهدة، ولكن الفران ضعيف. ملي كيغوت ولا يدير شي تصرف طايش، راه ماشي قلة أدب متعمدة، راه الفران خانو. كيقلب على الاحترام قبل الحب. شنو قلت؟ كيقلب على الاحترام. حنا الأمهات كنعطيو الحب بزايد، كول، تغطى، رد البال. ولكن المراهق في هاد السن باغي الاحترام. ملي كتبقاي تعاودي ليه لبس الجاكيت راه البرد، هو ما كيسمعش ماما خايفة عليا، هو كيسمع ماما كتحسبني مكلخ وما كنعرفش واش كاين البرد. هاد الشي كيجرح رجولته اللي عاد كتبنى. الاحترام يعني تشاوريه، ما تغوتيش عليه قدام خوتو، وتسمعي ليه بلا ما تقاطعيه بالنصائح. دابا ندوزو لواحد اللغز. ولدي ساد عليه بيتو، هادي شكوى ديال كل في علم النفس. هاد العزلة ضرورية باش يكون شخصيته المستقلة. هو باغي يعرف شكون هو بعيد عليك. الخطأ اللي كنديرو هو الهجوم على بيتو، كندقو بالجهد، كنغوتو. ما تقتحميش بيتو، تسناي في الباب. استغلي الاوقات اللي كتكونوا فيها كديروا شي حاجه بجوج، كتاكلوا، كتفرجوا. الدراري كيهضروا حسن من اللي كيكون بجنبك، ماشي عينك في عينو في لحظه مواجهه. ودابا ندخلوا المعقول. بقاي مركزه معايا. كيفاش نربيو راجل؟ في ثقافتنا الراجل هو المسؤول، مول الكلمه، واللي كيعول على راسو. واش الصنداله والغوات كيربيو هاد الصفات؟ الصنداله يعني الضرب ما كتربيش، الصنداله كتخلع وكتعلم النفاق، كتعلمو يخبي عليك ماشي ما يديرش الغلط. وملي غادي طوال ويولي قدك او طول منك، الصنداله ما غتبقاش خدامه وغتخسري الهبه ديالك. البديل هو دوزي من التحكم للاستشاره. تعاملي معاه بحال الا راكي مستشاره المدير شركه، هو مدير حياته، كتعطيه الراي وكتحمليه المسؤوليه. قانون
العواقب ماشي العقاب. الراجل الحقيقي هو اللي كيتحمل نتيجة أفعاله. مثال، ما بغاش يلبس الجاكيت والبرد، الطريقة القديمة الغوات والبزاز. طريقتنا حنا في بيتك بودكاست أولتي الحال بارد، كنظن خاصك الجاكيت، ما بغيتيش قرارك هذاك. ملي يخرج ويضربوا البرد ويرجع يترعد، ما تقوليش ليه شفتي أنا قلتها لك، قولي ليه وابتسامة خفيفة بصحة التبريدة، وقيل المرة الجاية غدير حسابك. هنا كيتعلم بنفسه ماشي بلسانك. مثال في التأخر، الروتار، الاتفاق بينك وبينه الدخول مع 9 الليل، جا مع 9:30 مثلا، بلا غوات بلا دراما. غدا ولدي البارح خرقنا الاتفاق، اليوم ما كاينش خروج، غادي يغوت خليه، جاوبيه بهدوء، انا ما كنعاقبكش، انا كنطبق اتفاق ديال الرجال، والراجل هو كلمته. سالينا كيفاش تجريه لعندك، خلي صوتك يولي امان ماشي مصدر ازعاج. تبارك الله على ولدي منور اليوم، طلبي منه طلبات صغيره ومحدده، عافاك هز دوك الكيسان كبري بيه. اولدي الويفي خاسر، شوف ليا مالو، انت اللي كتفهم في هادشي، هز معايا هاد التقديه، تبارك الله راك راجل. هاد الهضره كتعمر ليه الخزان ديال الرجوله. ديننا علمنا بلي الكلمه الطيبه صدقه، اما الكلمه القاصحه راه كنحسوا بها كتهرسنا. هاد الكلمات اللي غادي نقول لك دابا بدليهم، حد في هادو كلمات الحرب. مالك ديما معكاز، ديما موسخ. شوف ولد خالتك، المقارنه كتذبح الثقه. انا كنعرف مصلحتك اكثر منك، كتستفزو باش يعاند. نقير، سير، جي، دير، فعل، استعملي بدالهم كلمات البناء. عافاك وشكرا قوليها لولدك باش يتعلم يقولها. الاحترام كيتعادى. شنو بان ليك، بغيت نصبغ الصالون، شنو بان ليك في اللون، كتحسوا باللي عنده راي وقيمه. كلمه الراجل هادي كود خطير كيحرك فيه النخوه. انا كنثيق فيك حتى الا غلط، قولي ليه انا ثقت فيك باللي غادي تصلح الغلط ديالك. دابا ندوزو لواحد المعركه واحده اخرى، معركه التليفون. مثلا داخله لقيتيه كيلعب وغارق ونسى وقت النعاس. الغلط اللي كنديرو كنقولوا ليه طفيدة المشقوف، واش ما كتعياش؟ هنا شعلتي العافيه. صح، هو دقي الباب، دخلي سناي الماتش يوقف، قولي ليه ولدي كيبان ليا الماتش سخون ومستمتع، ولكن اتفقنا الشاشات كيطفاو مع 11 باش عقلك يرتاح. بقات ليك 10 دقائق، سالي وطفي، انا كنتسناك وخرجي. هكا حافظتي على كرامته وفرضتي قانونك. الحاجه الثانيه قله الاحترام، كيجاوبك بقله الصواب. مثلا كيقول اوف ديما مصدع ليا راسي. الغلط تبقاي تبكي او كتضربيه، الصح وقفي، شوفي في عينيه، نظرة حادة وصامتة، كولي بصوت هابط ورزين. هاد الطريقة باش كدوي، واش هكا كيدوي راجل محترم مع عمو؟ أنا ما كنقبلش هاد الأسلوب. ملي تهدن نقدروا نكملوا الهضره. ونساحبي خلي كلمتك تدور في ودنيه. الحاجه الثالثه، القرايه ما فيها فايده. مثلا شوهي فلان دار الفلوس غير من يوتيوب، لاش غنقرا؟ الصح هو انك ما تسبيش القدوه ديالو، قولي ليه متفقه معاك، كاينه الفلوس في الويب، ولكن شوف كيفاش راهم ناجحين حيت قاريين، عندهم لغات، كيعرفوا المونتاج والتسيير. القرايه هي الادوات باش توصل لمستواهم وتخدم بعقلك، ماشي تبقى غير مستهلك كيضحكوا عليه. كاين بعض الأسئلة اللي ممكن غادي تطرحوها، وصراحة استلهمتها من المنشورات اللي كنحط لكم في القناة، وبالأخص منشور اللي كان كيتكلم على المراهقة ماشي المراهق، ولكن راه كتخدم الجانبين بجوج. السؤال الأول من عند الأخت خديجة، ما بغيتش نقول الاسم كامل حيت ما خديتش الموافقة ديالها. كتقول قريت كل التعاليق ولقيت أن معاناتنا مع بناتنا هي نفسها، إلا أن بنتي مهتمة بالدراسة ديالها ولكن في الدار غير مسؤولة. الأساتذة كيقولوا بأنها مسؤولة جدا ومؤدبة وكتعاون، أنا ما تنشوفش هادشي في الدار. غادي نجاوب بنفس الجواب اللي كنت عطيتو ليها. هادشي اللي وصفات هو ظاهرة معروفة بزاف في علم النفس، وكتسمى انهيار ما بعد المدرسة. بنتك مسكينة طول النهار وهي لابسة قناع الانضباط، جالسة مقادة ومركزة وكتحترم القوانين وضابطة انفعالاتها باش ترضي الأساتذة. هادشي كيستنزف الخزان ديال طاقتها النفسية كاملة، وملي كتدخل الدار كتحس بالأمان معاك، كتحيد داك القناع وكترخى، وكيبان داك التعب على شكل فوضى أو عدم مسؤولية. في الحقيقة هادشي اعتبريه إثراء ليك كأم. بنتك كتقولك بطريقة غير مباشرة ماما انتي هي الأمان ديالي، انتي الوحيدة اللي نقدر نكون قدامها على طبيعتي بلا زواق، ومتأكدة أنك غادي تبغيني كيف ما أنا. نصيحتي ليك ملي تجي من المدرسة ما تطلبيش منها تكون مسؤولة مباشرة، عطيها وقت مستقطع ترتاح تاكل تفرج باش تعمر الخزان ديالها، عاد طلبي منها تعاونيك في الدار. سؤال آخر، السيدة كتقول باهم ما مسوقش، كيقول لي هادشي شغلك. الجواب
إلا الأب غائب جسديا أو معنويا، ما تلعبيش دور الراجل والمرأة بجوج وتقصاحي. قلبي على بديل ذكوري في العائلة، خالو، عمو، أو أستاذ في المدرسة يندمج معاه. وحملي ولدك المسؤولية، انت الراجل دابا، عاوني نسيرو الدار. في الأخير أختي، نختمو بهذه الرسالة اللي من قلبي لقلبكم، لكل ارفعي راسك. كيبقى فيا الحال ملي كنشوفك غادية في الزنقة، هازة القفة وتقيلة عليك، وغادية حادرة راسك الأرض بحال إلا دايرة شي ذنب. لا أختي، ما تحنيش راسك. ديك القفة اللي قصحات لك يديك وداك التقلي في مشيتك راه ماشي بهدالة، راه هادوك هما أوسمة الشرف ديالك. انتي ما هزاش غير الخضرة في ديك القفة، انتي هازة الكرامة ديال العائلة كاملة. الناس كيشوفوا قفة والله كيشوف جهاد. فعافاك ملي تكوني غادة وشادة الطريق، تمشي بوقار ورفعي راسك للسما. راكي انتي هي العمود اللي هاز السقف ديال المجتمع باش ما يطيحش علينا. بغيت نقول لك كلمة واحدة مهمة، صناعة الرجل في زمن التفاهة راها بحال اللي كيعوم ضد التيار. صعيبة، كتعياي وتقدري تبكي بوحدك في الليل. هادشي طبيعي ودليل على أنك عظيمة. تفكري ديما ولدك المراهق دابا راه في مرحلة الشرنقة، كيبان لك من عازل وغريب، ولكن الداخل راه كيتحول، راه كيبني جناوح الراجل اللي غيطير بهم غدا. دورك ماشي تقطعي الشرنقة، دورك توفري ليه الدفء والأمان حتى يخرج بوحدو. خدمي بالأدوات اللي قلنا، وعافاك بداية التطبيق شنو كتسناي؟ خوي من راسك داك الوهم ديال الحل السحري. انتي تبارك الله ذكية وعارفة بلي ما كاينش عصا سحرية، كاين حل واحد حقيقي سميتو المعقول والمداومة. وانتي أصلا قريبة، شوفي تبارك الله شحال صبرتي. الصبر هو اللي صعيب وراكي ناجحة فيه. انتي خاصك غير تبدلي طريقتك شوية، ما ناقصك والو. بغيتي تسمعي الحقيقة؟ أنا نقول لك الحقيقة اللي قليل اللي غادي يقولها لك، وخا عمري سمعت شي حد قالها هكا وبصفة مباشرة. شنو الفرق بيني وبينك أو بينك وبين أي مؤثرة كتسمعي ليها؟ واش أنا ذكية عليك؟ لا، أنا متأكدة باللي كاينين فيكم نساء حسن مني في التفكير وحسن مني في التدبير وحسن مني في كل شي اللي هما نتوما. قولي لي باش زايدة عليك، شنو اللي عندي ربي رزقني بيه وما رزقوش ليك؟ والو. الفرق الوحيد بيني وبينك هو أنني سبقتك بخطوة وقررت نوض ونطبق ونقلب على المعلومة ونبسطها ليك. أنا ماشي حسن منك، أنا غير صوتك اللي قرر يهدر بصوت عالي. هاد الهضرة عمرك ما غادي تسمعيها من عند بزاف د الناس، حيت الأغلبية باغين يبقاو يبانوا واعرات باش يبيعوا ليك الهضرة. أنا وعيت بهاد الناس وبغيتك توعاي وتفيقي. راه سنوات وأنا كيحرقني قلبي وما نكذبش عليكم، تقهرت وأنا كنشوف هاد الروينة اللي في السوشيال ميديا. واش كندخل غير نقلب على معلومة بسيطة نحل بها مشكل بسيط، كنلقى وحدة مدخلاني في متاهة وهي براسها ما عارفاش أصل الهضرة منين جا. عافاكم الأخوات، ما تبقاوش غير كتسمعوا، رجعوا للأصل. كاينة كتب، كاينين أهل اختصاص، وكاينة مصادر موثوقة. راه إلا ما كنتيش كتعرفي تقلبي وتبحتي غيجي أي واحد يبيع لك الوهم. ما تنساوش راه أول كلمة نزلات من السماء على الرسول صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. ديننا دين علم وبحث، ماشي دين قالولية. سمحوا لي إلا جاكم هذا الكلام قاصح شوية، ولكن راه ما كنعاتبكمش، بالعكس. عذري الوحيد هو أنني وكنحترم أي بحالي وبغيت ليها الخير. كنتمنى تكوني استفدتي من هذه الحلقة، والأهم تكوني نويتي تبداي التطبيق. وما تنسيش الصبر ثم الصبر، الزرع المزيان كيبغي الوقت باش يعطي الغلة. وكوني أكيدة واحد النهار غادي يجي هذا الراجل ولدك يبوس راسك ويديك ويقول لك شكرا الوالدة حيت ما تخليتيش عليا فاش كنت تالف. كانت معاكم أختكم في بيتك بودكاست. تهلاو في ريوسكم وما تنساوش تخدموا الميزان ديالكم. بسلامة الأخوات.